السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله النهاردة انا جبت فلفل جميل اهو، رومي وحامي، عشان ان شاء الله هعمل هريسة حمراء وهريسة خضراء. ايام طبعا الفلفل الاحمر الجميل ده انا جايباه رومي وجايبه حامي، هعمله هريسة ان شاء الله. انا غسلته كده وهبدأ اقطعه، وان شاء الله انا بحط على الهريسة وانا بعملها بحط عليها توم، واحط عليها ليمون واملحها، بيبقى طعمها جميل جدا، بتبقى جاهزه لاي حاجه تعمليها. هنسمي الله كده وابدا اقطعه كده ان شاء الله. انا بقطعه كده زي ما انتم شايفين، هقطعه طبعا كله كده، بقطعه كده زي ما انتم شايفين، وبضربه عندي في الخلاط مع توم. هوريه لكم ان شاء الله لما اجي اضربه. بطحنه مع التوم والليمون. بصوا بقطعه حتت صغيره كده اهي، هقطعه كله ان شاء الله واوريهولكم. انا قطعت الفلفل اهو الاحمر، وطبعا قشرت عليه الثوم، حطيت عليه توم اهو، وحطيت عليه ملح، وهنا برضو زي ما انتم شايفين حطيت هنا برضو توم وملح وكده. بقطع ليمون. انا بعمل الهريسه بالطريقه دي، بيبقى طعمها جميل جدا وبتعيش كتير، وبتاخدي منها بقى ولا تحطي عليها ليمون ولا توم ولا حاجه، بتبقى جاهزه للعمايل على طول. انا بحط يا جماعه اهو، انا معايا ربع كيلو ليمون، هحطه طبعا على الهريسه الحمراء والهريسه الخضراء، هعصرهم كده عليهم ان شاء الله. اما اعصرهم واخلصهم هحط بقى في الشفشه واضربه في الخلاط واوريهولكم. انا حطيت يا جماعه اهو الليمون عليه، يبقى انا هحط على الهريسه ليمون وتوم وخل وملح. اسمي الله كده، بسم الله. الخل يا جماعه ممكن تحط عليه، انا بحط على الكميه كلها، الهريسه الحمراء والخضراء بحط عليها نص كوبايه، بتخلي طعمها جميل جدا وحلوه جميله. وبحط بقى الليمون على، يعني زي ما انت عايزه حطي ليمون، لو عندك نص كيلو حطيه، ربع كيلو حطيه، بيعجبك. يا حبايبي انا حطيت اهو في الخلاط، عشان انا ما عنديش كبه، بطحنه على الخلاط بيطلع جميل وحلو قوي. هنسمي الله كده، نقول بسم الله. بصوا في الخلاط اهو يا حبايبي، بصوا ما شاء الله جميل وحلو ازاي، ما شاء الله عليه اهو، اهو ما شاء الله. دي الهريسه الخضراء اهو زي ما انتم شايفين كده، حطيتها كده في الخلاط وهطحن بقى الباقي اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله كده، بسم الله. بصوا ما شاء الله عليها، بصوا الطريقه دي بتخلي ريحه الهريسه روعه وطعمها جميل جدا جدا جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها اهي، ما شاء الله اهي. بصوا يا جماعه دي الهريسه الخضراء اهي. هبدا بقى اعمل ان شاء الله. انا كده خلصت الهريسه الخضراء، هعمل بقى هنا الهريسه الحمراء اهي. هنسمي الله كده ونحط في الشبشب كده باذن الله. اهو انا حطيت الهريسه اهي الحمراء اهي، هبدا بقى اسمي الله كده واطحنها زي الخضراء بالظبط. اهو يا حبايبي بصوا طحنت اهو الهريسه دي الحمراء، بصوا بسم الله ما شاء الله اهي الهريسه الحمراء، بصوا بسم الله ما شاء الله اهي، ما شاء الله عليها اهي. بصوا جميله وريحتها روعه روعه روعه. التوم يا جماعه والليمون والخل بيخلي ريحه الهريسه وطعمها حكايه اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله 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 وريحتها مفحفحه خالص اهو. هطحن بقى الباقي كله واوريه لكم ان شاء الله. اهي الهريسه يا جماعه خلصتها اهي الحمد لله، وبدات اعبي اهو الاكياس اهي زي ما انتم شايفين. دي الهريسه الخضراء ودي الهريسه الحمراء اهي، اعبي فيها كده
زي ما انتوا شايفين كده الاكياس، وبشيلها في الفريزر، وكل ما اعوز كيس اطلعه. اهو يا حبايبي، انا عملت الهريسه اهي الخضراء والحمراء اهي، جيستها في الاكياس عشان اشيلها في الفريزر. اهي دي الحمراء ودي الخضراء اهي. حاجه بسم الله ما شاء الله، جربوها هتعجبكم قوي قوي، وجميله وحلوه ومتاخدش اي حاجه، يعني اي وقت، سهله جدا. طبعا انتوا عارفين كلكم بتعملوها وعارفين، بس انا بقول لكم اعملوها على الطريقه دي هتعجبكم قوي. وان شاء الله يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.